العصر والزمان، ولقبول المجلس والأعمال، ورحمة على أرواحكم وأرواح أمواتكم، موت السامعين الحاضرين وجيراني والمؤسسين وشيعة علي وشهداءنا فخرنا وعزنا، موتى جيراني وأهل هذه المدينة بالخصوص من أقمنا العزاء لأجله. رحم الله من يهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة ومعطرة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. إلى رحمة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه لراجعون. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا غريب يا مظلوم كربلاء، سيدي أبا عبد الله يا ابن الزهراء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن شاء الله هذا العزاء هدية لابن الزهراء للحسين. أكيد مهيمن، خوش مهيمن رحمة الله تعالى على روحه، مات وهو شيعي موالي حابا للحسين، ومضى طريقه شهيدا على حب الحسين، كما قال الصادق سلام الله عليهم أجمعين: من مات على حبنا آل محمد مات شهيدا ومغفورا له. فلذلك تشوف شاب في هذا العمر وهو خادم للحسين، أكيد زار الحسين، أكيد زار أمير المؤمنين، أكيد لطم على الحسين، أكيد حضر عزاء للحسين. فلذلك تشوف إن الله إذا أحب عبد قذف في قلبه حب الحسين. هكذا يقول رسول الله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين وأبغض الله من أبغض حسين. احنا فاقدين أخو، والأخو هو حزام الظهر كما تعلمون. فلذلك تشوف حينما نفقد أخا طيبا حنونا نتوجه إلى أخوة الحسين والعباس. ماكو أحلى من هاي الأخوة حتى نعرج لها. واحد من العلماء شاف الحسين حاط ايده على ظهره ويمشي، قال: سيدي أبا عبد الله من الذي كسر ظهرك؟ الحسين قال له: إذا مات الأخو يكسر ظهر خيه. فلذلك تشوف الحسين سفينة نجاة ومصباح الهدى وكله عبرة وعبرة. فلذلك تشوف مجالسنا عزاءاتنا كلها للحسين. وأنا أتمنى من أبو عبد الله أبو قلب الحنين إن شاء الله يزور صاحب هذا العزاء مهيمن، يقول له: مهيمن خوش عندك خوان، خوش عندك عمام. سووا مجلس عزاء وقالوا هذا العزاء هدية للحسين، وأنا الحسين بن علي. مهيمن شو تريد نوسع لك القبور؟ ظلمة وحشة على من تبكي؟ يقول له: سيدي أبا عبد الله ما بكيت على قبري ولا على ظلمة وحشتي ولا على غربتي، بل بكيت على فقد أخواني وأخواتي وأهلي.
الحسين يقول له ابشر، ليلة الجمعة ليلة زيارة الأموات إلى الأحياء، يسمونها العلماء ليلة زيارة الأحبة. بس شلون راح تروح تشوف خوانك بيا حال لابسين أسود ملثمين يبكون عليك، وجوههم تغيرت، ضحكاتهم اختفت. فلذلك تشوف الحسين سلام الله عليه حينما ناداه أخوه أبا الفاضل قال أخي حسين ادركني. راح للحسين يركض، لكن شلون راح لروحه؟ رمى بنفسه على جثمان، مسح الدم والتراب من على جبينه من على عينه. قال له أخوي أبو فاضل عد عتاب وياك 34 سنة تناديني سيدي حسين، هسه شلون صحت لي أخي حسين؟ قال لا تلومني يا أخي حسين، حينما قطعوا شمالي ويميني وضربوني بالعمود وهويت من على ظهر فرسي، استقبلتني أمنا فاطمة الزهراء وقالت أهلا أن ولدي قمر العشيرة. من قالت أمك أهلا ولدي قمر العشيرة؟ قلت أنا بعد. أقول له خويا اللي ظل حسرة بقلبي، خويا أنا يا محلى الأخو لا عند أخوان ويقعد فيهم وين ما كان. اشتاقي لك مهيمن قلبي، البيت خالي بلياك، كان لك طعم بالبيت وضحكة وسالفة. هسه أخويا البيت بلا مهيمن ما ينتهي بدوم. أخويا أنا العمدة أخو ما يهتم بالليالي، خويا الليالي أنا بيت صفايا من الأخو خالي، خويا توصف من الأخو أنا خالي، خويا أنا شلون أنساك يا عز ودلالي، خويا كل ساعة يمر طافك قبالي، خويا مشتاق لك يا ابو ضحكة الحلوة يا الحنين يا خويا. بعمات خويا يا ابنون بمكان علام وقت ويا يا ابنون يا مال اللي يعوض الاخو مهيمن خويا خويا انا يا مال اللي يعوض الاخو يا بنون يا بنون شفت دفانتك بالقبر يا اخوي. اسمع ابويا المفارق وخو اسمع. اي شفت دفانتك بالقبر يا بنون بنوك وفل شويت عليه يا ابو. وين المشتاق لخي الاولاد؟ انا مثل كتن وسوى بي الهجم انا مثل ومن كثر البواج صرت عم من كثر البواجي صرت مثله
يا قلب وين تلقى بعاد مثل ما فرقان يقول له اخو لو دارت الوادم علي يا اخو لو دارت لو دارت الوادم علي ابويا يا ابويا انا لن جفراء بحر دمع السكبتا لن جفراح وكذف يوم اقول اما لن جفراح الازامط بغفله ما انا لن جفراء والاعظم دفنت باثنين يا ابوي اسمع يا حيدر يا فرقان يا ليث اخوكم 40 ليله على فراق يا اسمع ابوي دفنت اخيك ورجعت للدار اسمعها انا شو يقول مهيمن للأولاد يقول عليكم قمت أباوع من تدفنوني عمامي أولاد عمي أحاجيكم ولكن كام تسمعون 3 نقلات القبر من نقلتون حيدر خويا صحت للبيت اخوت بساع ردوني حار تراب قبر ويوجع عيونه راح اشتاق خويا الذيج قعدتنا ليث خويا قبل كنا سويا وحلوة لمتنا خذان الموت خويا هل تفارقنا انا اتمنى ترد وتعود عشرتنا يا يابا يا ابويا عم ونيت لا ونين الثكالة عم الاخلو راح شتحط بداله يا محلى خوي ومحلى دلاله مهيمن خويا يا فرقة الخوان بلوى الفرقة وين نحبهم وش حلوة وين القى مثل خوة اخوة فرقان يقول له اخويا عوف المقبرة طولت نومك تشيط عيون لو صدن هدومك انا تمنيت يوم قبل يوم عم شال البيمة حنا وشال قلبه ويا الكان يقول لاخويا بعد وين القامة يا اخي يا ابويا شو يقول مهيمن للاولاد يقول حن قلبي حيدر خويا حن قلبه خايف لا نسيتوني تباوع عالدرب والتاني عيوني صحت وين اهل الاحبهم واللي يحبوني ترى وحش القبر من يوم ادفنتوني خويا شلون كام وشلون الخوان صار 40 ليلة اخوكم بالمقبرة يبايات يا اخ يا اخويا انا شايف من تمر على دار خيك الاولاد عم بديارهم مريت الغروب مخضر شفت عاقول
بالبوب أهل الهلا وذيك الدواوين هز القبر فوقها مصبوب يا أبويا يا ناز لفعل مقدلي لي فليا ناز دفك سيل الدمع بجفايا يا ناز الخذب نمه وقصد للنجاة أنا يا الناز وعلى تبين هدم تذيج هي يا أبويا باربعين اشحلات لو يصد لي باربعين شفاف من الدمع لجله باربعين اريد الطم يا الوادي باربعين لحد ما قطعمتون علي يا ابويا مؤمن خويا مرة تعالوا مر على الخوان مرة يا حياة من بعد فرقاك مرة يا صور كم مرة ضمنها ومرة أشوف انهوي وش قلبي علي يا أبوي وين الدافن عزاز يقول ونهم يا دار الشيد وشبتعا أنا ونهم القبل والجارهم ينسمع ونهم يحق نطرق دروب النجامة أنا ونهيم على الظلة مبانيهم خليه يا أبويا يقول ياهل بيكم المشتاق لعيوني تذكرون بعد كم لو نسيتوني خويا ضحكت سوالف الذكرون هاللولا من تقعدون على السفرة تفقدوني اسمع الكلام اسمعه شي يقول الاخو يقول مشتاق اجو مانع نموتي ترى مشتاق ارد لاهل واخوتي ناديتكم وبعال صوتي ترى يفراقكم مارت شلوتي فرقان خويا الفراق ما بي محنام غير ملامحنا وشكلنا ما اش محلاتنا كنا ويهنا تراب القبر ما طايحنا يا خويا ليث خويا حيدر خويا لا تنسوا عشرتنا وحكينا من الذكرون سيروا علينا ولا يشتر ماي يجينا يغسل قبرنا بماي عينا بغياب ليلك بيش تقضي ظلم العمر لو اخوك ما بي لمن يشاقيك وتشاقي تلتفت تلقى تراب غاطي ما ودعان من جفا بسامع دفان ريض رايد وداع اخ بويا وين مشتاقين لعزازكم بويا ها عندكم شهداء نقول مشتاق والعباس مشتاق تونا عرفت معنات الفراق من شلت ابوي بقلبون باق فراقك طويل وياي ما لايق مولات زينب ام المصائب روحي فداها ابيات الدعاء واسلكم الدعاء قالت وجفان ما عيون من البكم ولحن وجفان على خوت لا غسل حصلوا وجفاين يا مان الهضيم النوق يا معباس وجفاين علي صاحة وخذين اختك سبيل قالت يا روياي
يرى ويا مياي الضيم الماير على حمايات. أنا يرى وياي عقبك والزمن ماله، يرى وياي بحبل مو وحدي الراني، يرى وياي بناتك والخراب ويقود بي علي أبوي. إيش قال زينب بيت الدعاء؟ بس كان بس كان أخوي مغير التربة بس كان بدر ليل 11 خاوايا. بس كان يا خيل ايش ظل بعد بحسين، بس كان عسى كان بالكسر يا الأعوجي يا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثمرة المجلس الدعاء. يقول أمير المؤمنين عليا عليه السلام: الدعاء يدفع بحورا من البلاء. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين آمين رب العالمين يا الله. انصر شيعة علي أينما كانوا يا الله يا الله، وارحم شهدائنا وداوي واشف جرحانا يا الله. لبنان، إيران، اليمن، العراق، المظلومين المستضعفين يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم ارحم أمواتنا، موتى السامعين الحاضرين وجيراني والمؤسسين، وارحم من قمنا العزاء لأجل المرحوم الشاب مهيمن يا الله. اللهم انقله من ضيق اللحود إلى جنات الخلود. اللهم وسع في قبره، اللهم أنير ظلمته، اللهم ارحم غربته، واغفر لنا وله ذنوبه وزلته يا الله. آخر دعوانا من كان في عزاءنا مريض في هذه الليلة يا الله، أو عنده مريض، الحضور المبارك فردا فردا وجيراني وأهل هذه المدينة يا الله. اللهم شافهم وعافهم واعفو عنهم ببركة محمد وآل محمد، وبباب الحوائج الكبرى وقمر العشيرة أبا الفضل العباس يا الله. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا يا الله حتى ترضى عنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تزغ قلوبنا من ولاية علي عليه السلام بعد إذ هديتنا يا الله. اللهم آخر دعوانا أن أدم النعم وادفع البلاء والنقام بحرمة محمد سيد العرب والعجم. نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقتين ومعطرتين بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.